مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ردوا بالكم، امطار عاصفيه قويه بالطريق الرابطه بين مدينه تنجداد وقلميمه. يعني ردوا بالكم، امطار عاصفيه قويه اللي غاديين في الطريق يحضيو راسهم. هذا فيديو مهم وخبر مهم. هذا غادي نطالعوا بعض التفاصيل ديال هذا الخبر هذا ونشوفوا شنو واقع في هذه المنطقه هذه باش الناس يحضيو راسهم. هاك شوف. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر وعلى المباشر من الطريق الرابطه بين مدينه تين-جداد وقلميمه. ونشوفوا متابعي قناه شوف تيفي شنو واقع. امطار اللي هي جد عاصفيه قويه هنا بالطريقه الرابطه بين مدينه تين-جداد وقلميمه، والانسان انه يتوخى الحيطه والحذر. يعني على مقربه المخرج ديال مدينه تين-جداد عاصفه رمليه وكذلك عاصفه قويه مطريه للانسان يتوخى فيها الحيطه والحذر، وخصوصا مستعملي طريق ديال المدن ديال الجنوب الشرقي، لان النشر يعني هناك نشره انذاريه تقول بان هناك امطار عاصفيه، امطار قويه مصحوبه ببرد قارس، وكذلك اللي غادي نتمناو ان شاء الله يعني كل المدن ديال الجنوب الشرقي نتمناو لهم الخير. هذا هو اللي غادي نقدروا نقولوا، لاننا في الحقيقه البنيه التحتيه اللي كتشملها مدن الجنوب الشرقي لا من اقليم تنغير، لا من اقليم الرشيديه، لا من اقليم زاكوره، لا من اقليم ورزازات، كلها غير صالحه سبحان الله العظيم. والله يعني كتجي فقط غير واحد شويه ديال الشتاء الا واننا كنشوفوا الوجه الحقيقي ديال البنيه التحتيه ديال كل مدينه من المدن ديال الجنوب الشرقي. حاولت ما امكن هنا متابعي قناه شوف تيفي انني ندير واحد الوقفه، لان في الحقيقه كانت الريح قويه يعني كتقدر السياره انها كتقدر تدفعها. لهذا كنتمنى من كل متابعي قناه الشعب وايضا مستعملي الطريق ديال الرابطه بين مدينه تين-جداد وقلميمه الرشيديه تنغير انهم يتوخوا الحيطه والحذر، لان في الحقيقه هناك نشره انذاريه تقول بان هناك امطار غزيره اللي ممكن انها تكون مصحوبه بعاصفه اللي هي جد قويه. الله حضر، لا قدر الله ان الانسان يمشي يكون يشد الطريق ويحصل شي حصله ماشي هي هذيك. مشاهدينا كيما شفتوا هادو هما تفاصيل ديال هاد القضيه هادي ديال الامطار العاصفيه القويه، يعني بالطريق الرابطه بين مدينه تنجداد وقلميمه. حضيو راسكم وسوقوا بشويه، لحقاش بحال هاد الاجواء هادو كيبغيو واحد شويه ديال التركيز، لحقاش تقدر طيح الضبابه، عاصفه، برد، فيضان. خاص فهم يكون منتبه ويدير الاحتياطات ديالو، ماشي غير يبقى غادي حاله ويدور. يعني خاص يكون كيسوق ويكون منتبه للطريق، لحقاش هذا طريق ماشي لعب. يعني واحد الحاجه اللي خاص بلا يركز فيها، يكون منغمس في التركيز فيها. هذا ما كان باش ما نكون حتى شي مخلفات وندموا عاوتاني ونتاسفوا على الحوادث. هذا ما كان. شكرا للمتابعه، ما تنساوش لايك والاشتراك. تهلا.